السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من المحاضرة التانية في كورس الفورتي جيت فاير وول. بنشرح ام سي 4. دي المحاضرة التانية. احنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن بس انواع الاتاكس، عن انترودكشن خفيفة كده عن السكيورتي. المحاضرة دي هنتكلم فيها اكتر ونتعمق اكتر عن السكيورتي وعن احنا بنعمل سكيورتي ليه اصلا، وليه بنستفيد ايه من السكيورتي. اول حاجه خالص احنا بنتكلم في انفورميشن سكيورتي اوفر فيو زي ما احنا شايفين قدامنا كده. احنا دلوقتي عندنا كل ما الدنيا بتكبر، النتورك بتكبر اكتر، كل ما المشاريع مثلا بتكتر. احنا على طول في كل سنه قدام بنتقدم، فالمشاريع بتكتر جدا، وكمان النتورك بتاعتنا بدأت تكبر، فحجم الريسك بيبقى اكبر واخطر على النتورك بتاعتنا. عشان كده احنا السكيورتي مجال دايما مطلوب في الشغل ومطلوب في الحياة كلها، لأن هو بيحمي النتورك بتاعتك من أي مشكلة ممكن تحصل عليها، أي أتاكس ممكن تحصل عليها. فكل ما حجم الشغل زاد وكل ما النتورك بتاعتنا زادت، لأن احنا في تكنولوجيا جديدة. احنا بنبقى بانيين البنية التحتية بتاعتنا كلنا دلوقتي مع التقدم ومع التكنولوجيا اللي بتظهر جديد من النتورك، فما لا مجال ولا مفر من النتورك. وبالتالي مادام في نتورك محتاجين حد يأمن النتورك دي، فبيجي تراك السكيورتي هنا. طيب احنا ليه بنبقى اصلا عايزين يعني نحقق يعني السكيورتي بيحقق لنا ايه؟ بيحقق لنا ثلاث حاجات مهمين جدا جدا، والحاجات دي بتتسأل جدا في الانترفيو. بيجي يقول لك ايه الحاجه اللي هي السي اي اي، اختصار لايه؟ او السكيورتي بيحقق لنا ايه؟ بيحقق لنا ثلاث حاجات وهم confidentiality integrity availability. طب ايه هم الثلاث حاجات دي؟ confidentiality دي عباره عن انك بتامن الرسائل بتاعتك من اي حد يتكر، يبقى في مان زبادي زي ما احنا حكينا في المحاضرة اللي فاتت عن أي مان زبادي موجود في النص ممكن يقرا المسجات بتاعتك أو يقرا الداتا بتاعتك. فأنت الكونفيدنشاليتي دي بتأمن لك إن المسجات بتاعتك دي ما تبقاش حد قراها غريب، أو أي أتاكر قراها غريب، الداتا بتاعتك دي تبقى مؤمنة. طب ده أنا بحققها بإيه؟ إيه اللي يحقق لي الحتة دي؟ الانكريبشن، إن أنت تأمن، إن أنت تشفر الداتا، تشفرها مثلا بسيمتريك كي اسيمتريك كي. على المثال بتشفرها، يعني انت الداتا بتاعتك تبقى مشفره، معاك كي ده يعني زي سيك، زي باسورد مثلا بينك وبين الديستنيشن اللي انت هتودي له الداتا دي. فهو يعمل انكريبت الداتا بالباسورد ده، وانت هناك تفك الانكريبشن بالباسورد ده. فده عن طريق الانكريبشن اقدر احقق البوينت دي. تاني بوينت معانا وهي الانتجريتي. الانتجريتي دي انا بحققها، يعني ايه انتجريتي؟ انا بأمن لك ان الداتا دي ما تلعبش فيها. يعني مثلا ما بقاش باعت لواحد صاحبي مسج ويتلعب في الداتا توصل له حاجه مختلفه، او ما توصلوش حاجه مظبوطه، توصل له حاجه تانية خالص انا مش باعتها. فدي انا بحققها بناء على ايه؟ في مجال النتورك بحققها بناء على حاجه اسمها الهاش فانكشن. الهاش فانكشن دي عباره عن كود مثلا كده بيدخل مع المسج، يتلخبطوا مع بعض كده ويطلع لي قيمه هاش. لما الداتا دي توصل لصاحبي مثلا، او توصل بقى لشركه تانية يعني وكده، فبنستخدم نفس الهاش اللي انا استخدمته مع الداتا ومطلعها. لو طلع نفس القيمتين يتساووا بعض، يبقى كده الداتا ما تلعبش فيها. طلع مختلفين عن بعض، يبقى كده الداتا تلعب فيها ويحصل دروب للداتا. تمام. تالت حاجة خالص الافيلابيلتي. الافيلابيلتي دي انت عمرك سمعت، اكيد عمرك سمعت يعني، واكيد سمعت كتير جدا ان يقول لك السيرفر مثلا بتاع الجامعة وقع، السيرفر مش عارف ايه وقع من كتر الناس اللي عليه. فالافيلابيلتي ده اللي انا بخلي الريسورسز بتاعتي، او بخلي السيرفرات بتاعتي افيلابل، تبقى على طول شغاله وما تقعش. ازاي؟ ان انا ممكن مثلا حد كذا اتاكر او كذا جهاز كله يبقى يعمل بينج. بينج ده يعني زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت، ان انا ببعت باكيت وبشوف الديستنيشن ده او السيرفر ده لما يرد عليا بريبلاي يبقى كده موجود معايا وشايفه يعني. فالافيلابيلتي دي انا مثلا وانا بتاع اجهزه كتير جدا، 20,000 جهاز مثلا بيبعتوا بينج في نفس الوقت، يشوفوا السيرفر ده شغال ولا لا، هم قاصدين يوقعوه. فكل شويه واحد يبعت بينج 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 بينج، فجمع كتير جدا على السيرفر حصل له كراش، مش قادر يفكر او مش عارف، مش قادر يلحق يرد على مين ولا مين ولا مين ولا في نفس اللحظه وفي نفس الثانيه، فالسيرفر بيقع. فالافيلابيلتي دي بتحقق لي ان السيرفر ما يقعش، يفضل شغال. طب بتحقق لي ازاي؟ ازاي انا اقدر احقق حاجه زي كده؟ قال لك عن طريق انت ممكن مثلا على السيرفر ده تبقى تقفل البينج، محدش يقدر، اي حد يعمل بينج على السيرفر ده
يقول له السيرفر ده مثلا ما يديلوش ريبلاي، ما يردش عليه، ما يوصلوش اصلا البينج. عن طريق الفاير وول مثلا بنعمل حاجه اسمها، هنتكلم برضه فيها قدام، حاجه اسمها الدوس بوليسي، انك لو مثلا حجم الداتا او حجم الباكيتس زادت عن ثري شولد معين تعمل دروب للباكيت دي. فانا اهم حاجه اهم حاجه خالص ان احنا نبقى عارفين السكيورتي بيحقق لنا ايه. بيحقق لنا سي اي اي، الكونفيدنشاليتي اللي انا قلت عليها، الانتجريتي، الافيلابيلتي. الكونفيدنشاليتي اللي انا المسج بتاعتي محدش يبقى قراها، ان انا امنها من حد يكون يقرا المسج بتاعتي، اي اتاكر. مفيش غير الراجل اللي انا عايزه يشوف المسج هو اللي يشوفها. دي بحققها عن طريق الانكريبشن، ان انا بشفر الداتا. تاني حاجه الانتجريتي. الانتجريتي دي معناها ان انا مش عايز حد يكون لاعب في الداتا بتاعتي. طيب اي اتاكر لاعب في الداتا بتاعتي وانا ببعت رساله او كده. طب دي بحققها بناء على حاجه اسمها الهاش فانكشن. الهاش فانكشن اللي انا بجيب المسج بتاعتي واعملها في كود كده وبيطلع لي رقم. يعني مثلا انا عندي ثانيه واحده، هنخلينا مثلا نشوفها بالتطبيق، يعني ونشوفها قدامكم برضه. انا مثلا باعت مسج اسمها احمد، عايز ابعتها، وفي كود اسمه مثلا نسميه اي اس دي. فانا رحت عامل مثلا عمليه هاش فانكشن او عمليه الكود مع احمد مع اس دي، طلع لي رقم. دخلته يعني في هاش فانكشن بيطلع لي رقم مثلا. ايه هو؟ طلع لي الرقم ده. ثانيه واحده، طلع لي الرقم ده. تمام. فانا المسج هتروح هناك. تمام. ليه مثلا للديستنيشن عايز اروح له، وسيب مثلا محمد. محمد هيجي له الداتا اللي انا باعتها. الداتا عباره عن ايه؟ احمد، والداتا اللي انا باعتها احمد بس كده. او نخلي الداتا اللي احنا باعتها مثلا المسج، ثانيه واحده، هنخلي المسج هنسميها هاي. تمام. ثانيه واحده، دي المسج اسمها هاي. فهي هتروح هناك لشخص اللي اسمه محمد، هتوصل له المسج مثلا، هتوصل له ساعتها. ثانيه واحده، ساعتها هتوصل له مسج هاي مثلا كده. تمام. فكده تلعب فيها انا موصلوش هاي بمعنى هاي، او توصل له مثلا كيليو مثلا. تمام. فهتوصله كده، فدي مش دي مسج اللي انا بعتها اتغيرت. فهو ساعتها عنده الكود اللي هو ضرب فيه الهاش فانكشن اللي هو اي اس دي، هيضرب الاتنين مع بعض في هاش فانكشن او يدخلهم في هاش فانكشن مع بعض. هيطلع لي الهاش او القيمه اللي طلعت لي، هيطلع لي رقم مثلا كده مثلا. حاجة هو هيقارن بقى ساعتها الديستنيشن، هيقارن الرقم ده بالرقم اللي هو الهاش ده. هيطلعوا مش زي بعض، هيعرف ساعتها ان الداتا دي اتلعب فيها فيعمل لها دروب. لكن لما تطلع نفس الهاش فانكشن او تطلع نفس الرقم الهاش ده، يطلع هو واحد، يعرف الداتا ما اتلعبش فيها وهيستقبلها عادي. فده هو الهاش فانكشن. نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا. تمام. اختصار، او هما بيسموا الثلاث حاجات اللي بيحققها السكيورتي دي، بيعملوها في ترينجل كده، بيسموه سي اي اي: confidentiality integrity availability. اسمه سي اي اي ترينجل. تمام. هندخل بقى في الموضوع بتاع الفاير وول اوفر فيو. هنخش بقى احنا بقى نتكلم دلوقتي عن خلفيه بسيطه جدا عن الفاير وول، لان ده بقى الكورس بتاعنا الحقيقي اللي هنبتدي فيه. ومن المحاضره الجايه ان شاء الله هنبدا معاكم بقى ان احنا نعرف انواع الفاير وولز، قصدي البرودكتس بتاعت فورتينيت. وندخل بقى ان احنا نسطب الماشين على الفي ام وير. ونبدا بقى نخش في التراك العملي وتراك الفورتي جيت. طبعا الحاجات دي مهمه جدا، والمحاضرتين دول مهمين جدا 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 معانا. يعني ما تعملهمش سكيب وتخش تقول اخش على الكورس على طول من ليكشر 3. لا، دول مهمين لان دول بيعرفك البيزكس بتاعت السكيورتي، بيعرفك انواع. النهارده نتكلم عن انواع الفاير وول. يعني الحاجات دي مهمه جدا، اسئله كتير بتتسال في اي انترفيو. الاسئله في اول محاضرتين بالذات في النظري. طيب، الفاير وول ايه؟ احنا بنسمع كتير فاير وول فاير وول فاير وول، ومش عارفين ايه هو الفاير وول ده اصلا، وده بيعمل ايه، وده جهاز بيعمل ايه. ده جهاز بتاع الفاير وول اللي عندنا في البيت، اللي هو لو نزلت مثلا لعبه فيها فيروس، يروح قايل لي في فيروس فانا لغيته، او الغي كراك مثلا منزلين يروح لغيه. طب هو الفاير وول ده بيعمل ايه اصلا؟ فاحنا عن اختصار كده، ان الفاير وول ده جهاز بيبقى موجود في النتورك،
او موجود. سيبك من اللي عندك في البيت دلوقتي، احنا بنتكلم في النتورك كبيره فيها سويتشات، فيها اجهزه كتيره، وفي فاير وول. الفاير وول ده لازم ولابد يكون في النتورك. ليه؟ من غير فاير وول ده اي حد يقدر يكلم اي حد. انا بقى واحد مثلا لقط واي فاي في شركه مثلا، او يعني هنسمي مثلا واحد دخل مكان ففي واي فاي، ففتح واي فاي، هيكلم بقى اي حد جوه في الفاينانس، هيكلم اي حد في الاتش ار، هيكلم اي حد. كله منفذ على كله. فاللي هو ازاي انا عايز حد يتحكم لي في الترافيك ده، حد يقول لي ان الراجل مثلا الجست اللي داخل واي فاي عندي، لا ده مش مسموح له غير يكلم الانترنت، يطلع يكلم الانترنت، ما يكلمش حد تاني عندي، الدنيا مقفولة عندي. فانا ايه الجهاز اللي يقدر يتحكم في الترافيك؟ قال لك هو الفاير وول. يبقى باختصار كده الفاير وول ده ديفايس ذات كنترول ذا ترافيك. ده ديفايس، ده جهاز موجود في النتورك عندي بيتحكم في الترافيك، يقول ايه اللي يكلم ايه وايه اللي ما يكلمش ايه. زي ما احنا شايفين كده قدامنا في الصورة، عندي اللان والوان. انا مثلا في فاير وول في النص، الاجهزه دي تقدر تتكلم انترنت. طب هل حد من بره الانترنت ممكن يكلم حد من اللي انا عندي جوه؟ لا، الفاير وول لا، انا مش عايزك. طيب الفاير وول ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن زي ما احنا شايفين يبقى هاردوير، ممكن يبقى سوفت وير. يعني ممكن يبقى جهاز انا جايبه، جهاز ابلينس موجود في الشركه بتاعتي وطلع له وفي بورتات ووصل بيه والكلام ده. وممكن يبقى سوفت وير، سوفت وير زي اللي احنا هنشغله مثلا على الفي ام وير. انت مشغل فاير وول كسوفت وير، مش جايب جهاز معاه عندك ومشغله ك في ام وير يعني، وبتطبق عليه بقى البوليسز والحاجات دي كلها. ودي بتبقى في الشركات الصغيره اللي لسه يعني ستارت اب ومش معاها فلوس او انها تشتري فاير وول والكلام ده، بيشتغلوا بالفي ام وير. وممكن طبعا تطبقه على كلاود، بابليك كلاود او برايفت كلاود. هنتكلم بقى على الفاير وول كلاسيفيكيشن، انواع الفاير وول. اول حاجه خالص في زمان بقى خالص جد، اول ما اخترعوا الفاير وول ده قال لك انا عايز حد يتحكم لي في الترافيك. طيب من اسمه كده، اسمه تراديشنال نتورك فاير وول. طيب قال لك بقى هيتحكم لي في الترافيك ده بناء على ايه؟ يعني انا هتحكم بناء على ايه؟ قال لك بناء على حاجتين اتنين، الاي بي ادرس والبورت نمبر. قال لك انا اقول مثلا الاي بي ادرس اللي هو 10110، لما يجي يتكلم 10220 مثلا، او بلاش يتكلم 1020، الاي بي اللي هو 10110 ده مثلا مش مسموح له يطلع مثلا للانترنت. الاي بي مش عارف 10220 مش مسموح له يطلع يروح للدي ام زي زون. الدي ام زي زون دي منطقه منعزله فيها السيرفرات، ممكن اي حد من بره يدخل ياكسس مثلا حاجات عليها زي الويب سيرفر او الكلام ده. فالمهم، فقال لك خلاص انا النوتيشن فايرول ده انا هخلي ان انا اتحكم في الترافيك بناء على الاي بي ادرس وعلى البورت نمبر. طبعا ومن اسمه هو تراديشنال دلوقتي مبقاش بيستخدم اصلا يعني. واحنا زي ما احنا شايفين قدامنا كده الانسبكشن تيبل ده الفحص اللي هو اللي بيعمله الفاير وول. التيبل اللي عنده السورس اي بي 10110، رايح للديستنيشن اي بي 4 8 بتاع الدي ان اس، على بورت 53 ده البورت بتاع الدي ان اس يعني، البورت نمبر. والبروتوكول اللي شغال بالدي ان اس اللي هو يو دي بي. قال لك قلاب، يعني قال لك قال ايه ان التراديشنال فاير وول ده انا هتحكم في الترافيك. بقول له يا ترافيك يا فاير وول، الترافيك او الداتا اللي خارجه من 10 1 1 0 رايحه الاربع تمانيات بالبورت نمبر ده بالبروتوكول ده، اسمح لها تعدي. طيب انا هل مثلا في الموقف اللي انا فيه ده، افتراضا انا بتاع بالدي ان اس ده بس راح اليوتيوب، وانا مش عايزه يطلع اليوتيوب، عايز يروح مثلا ما يخلصنيش السرعه بتاعه الداتا، ما يخلصش السرعه بتاعتها وما يطلعليش يوتيوب. انا عايزه يطلع مثلا جوجل كروم، يخش على ويب سايتس وبتاع، لكن ما يخش على فيديوهات. هل ده مسموح هنا؟ لا طبعا مش مسموح هنا، لان ده بيعمل فلتر مش بالابلكيشن بقى، مش بالابلكيشن يوتيوب، لا ده بيعمل فلتر بالسورس اي بي والديستنيشن اي بي. فانا بقول له انت مسموح لك دي ان اس، طب انا مش عايز اسمح له يوتيوب، مش هينفع، انت سمحت له خلاص. فكانت في مشكله كبيره جدا ان هم قعدوا يقولوا طب انا دلوقتي لو انا عايز اخليه، عايز اخلي الراجل ده ما يروحش اليوتيوب، عايز ما اخليه مثلا ما يروحش ما يستخدمش الواتساب، عايز اخليه مثلا ما يستخدمش البيت تورنت مثلا، اللي انت تنزل حاجات وتعمل شير مع الناس وممكن تسبب في فيروسات او تسبب في مشكله على الاجهزه بتاعتك. انا مش عايزه اخليه يستخدم الحاجات دي، طب اعمل ازاي؟ فقال لك لا، قال لك لا، مش ده مش هيقدر يسبورت الموضوع ده كله. فعلشان كده اخترعوا زي ما احنا شايفين قدامنا. ساعتها كان مع التراديشنال فاير وول لازم ولابد تحط جهاز تاني، سواء كان اي دي اس او اي بي اس. فانا قلت لازم يعني الخصها لكم كده في البرزنتيشن بتاعتنا. في مقارنه بسيطه بين الاثنين. في الاول في زمان يعني في زمان كان من زمان قصدي،
كان عندك الفاير وول التراديشنال ده لازم تستخدم معاه جهاز سواء اي دي اس او اي بي اس. طيب الاي دي اس ده عباره عن انتروجن ديتكشن سيستم، والاي بي اس ده عباره عن انتروجن بريفنشن سيستم. طب ايه الفرق بينهم، او ليه كانوا بيستخدموا مع الفاير وول؟ قال لك في حاجات زي اجهزه زي المالوير، قصدي في برامج زي المالوير ممكن تنزل لك على النتورك بتاعتك على اجهزه تبوظها خالص، والفاير وول ما يقدرش يكتشف الموضوع ده. الفاير وول كان اخره ساعتها في التراديشنال فاير وول اللي هو يعمل ايه، يعمل لي بس يتحكم في ترافيك السورس، رايح يكلم ده ماشي، السورس ده ما يكلمش ده ماشي. بس لو في فيروسات، في مالوير نزل على اجهزه، ما الفايرول ده ما يعديه عادي يعني، مش اللي هو يعني انا مش هشغل بالي بيه، مش هعطله او مش هعمل له دروب. انا تراديشنال فايرول. فساعتها كان لازم يستخدموا معاه جهاز اسمه الاي بي اس او الاي دي اس. عفوا. طيب ايه الفرق بينهم؟ قال لك الاي دي اس ده من اسمه كده ديتكشن سيستم، ده لما كان بيبقى موجود قبل الفاير وول ويوصل له الترافيك وفي مالوير، هو يعمل الارت كده زي نوتيفيكيشن: يا جماعه انا لقيت مالوير، لقيت مشكله عندي، لقيت فيروس عندي، لقيت في برامج ممكن تبوظ الشبكه عندي. بس ما يقدرش يمنعها ولا يقدر ان هو يوقفها ولا اي حاجه، هو بس بيديتكت وبيبعت زي الارت كده ان انا عندي مشكله، انا عندي حاجه مالوير عندي على الاجهزه، واكتشفت نوع جديد من المالوير جه، او مش نوع جديد يعني، اكتشفت مالوير بتبقى عنده في الداتا بيز بتاعته انواع المالويرز اللي ممكن يشوفها يروح عامل ديتكشن عليها الالرت يعني. لكن الاي بي اس بقى احسن منه بكتير، لانه من اسمه بريفنشن انتروجن بريفنشن سيستم، اللي انا ببريفنت، انا ديتكت ان في مشكله عندي، في مالوير نزل عندي، في فيروس، في اي حاجه، وخاصه الاي بي اس والاي دي اس بيستخدموا في المالوير يعني. في مالوير نزل عندي، بس انا كنت حابب اشبهها لك بلانتي فيروس، يعني حاجه انت بتشوفها كتير على البي سيز بتاعتك والكلام ده. لكن المالوير راح نزل على الاجهزه عندي، فانا كاي بي اس اكتشفت ان في مالوير على طول من النتورك بتاعتي، من اول ما جات لي الداتا، فراح الارت انا عندي يا جماعه مالوير ووقفته. انا بستوب المالوير ده والثريتس دي. فيبقى الاي بي اس كان احسن طبعا بكتير من الاي دي اس، بس بتتسال كتير في اي انترفيو مثلا وانت كان لسه متخرج، بتروح شغل يقول لك بعد مثلا على نتورك سكيورتي او بوزيشن تبع السكيورتي، يقول لك ايه الفرق بين الاي دي اس والاي بي اس؟ فانت بتقول له ده اسمه انتروجن ديتكشن سيستم وده انتروجن بريفنشن سيستم، والاثنين بيبقوا بيديتكتوا المالوير، بيديتكتوا الثريتس اللي ممكن تاثر على الاجهزه اللي عندي في النتورك. لكن الانتروجن ديتكشن سيستم من اسمه هو ديتكت، مش عايزك تحفظ، انا عايزك تبقى فاهم يعني تبقى فاهم الكلام، ما تحفظش وما تخشش اي انترفيو تصم الكلام وانت مش فاهم، لا تفهم. الانتشن ديتكشن ده من اسمه ديتكت، بيديتكت بس ان في مشكله، وبيعمل الارت نوتيفيكيشن ان انا عندي مشكله وعندي خطر ممكن يهدد الاجهزه. لكن الاي بي اس ده بيديتكت برضه نفس القصه، بس من اسمه بريفنت، بيمنع الحاجات دي، بيوقفها عند حد. تمام. ودي صورة ملخصة للفرق بين الاي دي اس والاي بي اس برضو، زي ما احنا شايفين عندنا على الجهاز، على ايديكم الشمال انتوا شايفين ان الترافيك مثلا جاي الاي دي اس، في مشكله عنده، عندي مشكله، بس الترافيك ايه، عدى عادي. لكن اي بي اس لما الاتاكر بعت حاجه ولقاها انها فيها مثلا مالوير او حاجه، فوقف الاتاك ده، ما كملوش وما بعتوش. طيب خلينا ايه ماشي، ندخل تاني حاجه في الكلاسيفيكيشن بتاعتنا، حاجه مهمه جدا واكتر اسئله بتتسال في اي انترفيو للنتورك سكيورتي انجينير بوزيشن ده، يعني ايه الفرق بين الستيتفول فاير وول والستيتلس فاير وول؟ طيب خلينا ايه نعرف الفرق بالظبط. زي ما احنا قلنا لكم ان الستيتفول فاير وول ده بيبقى عامل الفاير وول، عامل حاجه عنده كده تيبل اسمه ستيت تيبل. طيب الستيت تيبل ده فيه ايه؟ طيب خلينا بس نتكلم فيه على يعني نكتب كده. انا عندي هنا، عندي واحد ثانية واحدة، عندي هنا فاير وول، وفي يعني في هنا مثلا حد جوه هنا، في عندنا في اللان بي سي ايا كان، يعني بي سي، او بلاش احنا نحس ان انا، ثانية واحدة، خلينا في النص كده. تمام. انا عندي هنا اهو السيمبل بتاع مثلا فاير وول،
وخارج كده انترنت، وهنعمل برضو لابات زي كده يعني في العملي ان شاء الله. تمام. وانا عندي هنا بقى يعني اجهزة كتير. بي سي. تمام. البي سي ده عايز يطلع يأكسس من على الانترنت، عايز يروح لموقع ياهو، ياهو دوت كوم. ايش بقى في اللخبطة دي. تمام. او ماشي. البي سي ده دلوقتي عايز يأكسس من الإنترنت، عايز يروح مثلا يكلم سيرفر ما مثلا، يكلم أي سيرفر مثلا بيتكلم بها على يكلم ياهو. هيكلم ياهو. تمام. فالبي سي ده هيعدي من خلال الفاير وول ده معمول له بوليسي بتاعتنا، ان انا لو انت رايح تكلم مثلا الانترنت تمام، اطلع اتكلم، رايح تكلم ياهو، تمام انا سامح لك انك تكلم ياهو يا بي سي. البي سي يطلع يكلم ياهو، فياهو يعني الويب سايت ده هيرد على البي سي ده، هيروح مرجع كده الترافيك اللي هو بيرد عليه. تمام، انت عايز ابعت لي مثلا اليوزر نيم والباسورد بتاعتك، طب انت بتاكسس. تمام انا بعتهم، دخل على ياهو، فضل الترافيك ماشي بين الاثنين. في الستيت تيبل بقى، انا كبي سي ده سمحت له ان هو يطلع ياكسس ياهو. غير الريبلاي جاي من ياهو، راح على البي سي، طب الريبلاي ده هيعدي على الفاير وول بتاع ياهو. هل بقى انا كفاير وول الاقي ترافيك جالي من بره، من ياهو للبي سي، ادخله ولا لا؟ قال لك في الستيتفول فاير وول، انا بيبقى عندي في الفاير وول ده، الفاير وول عنده تيبل بيقول له ان البي سي ده راح للياهو دوت كوم. اي ترافيك راجع من الياهو دوت كوم راح للبي سي ده عديه عادي، لانه ده ريبلاي على الترافيك اللي خارج اصلا من عندك في اللان. فده مش حد من بره، يعني مثلا مش اتاكر من بره جاي بيكلم البي سي مره واحده، لا، البي سي بيكلم الياهو، هو بيكلمه، فالياهو بيرد عليه. فانت بيقول لك يا فاير وول، انا كستيتفول فاير وول بقول لك ان الياهو دوت كوم ده بيعمل ريبلاي على الحاجه اللي البي سي رايح لها، فعديها عادي من غير اي بوليسي. لكن الستيتلess فاير وول ده عامل زي الاكسس كنترول ليست كده بالظبط، لازم تعمل البي سي ده راح يكلم الياهو. تمام، كفاير وول سامح لك انك تكلم الياهو، طب الياهو بيرد عليه، مش هخلي الياهو، يعني انا هخلي الياهو كده لما يجي يرد على البي سي ده مش هعدي الترافيك، هفتكره ترافيك جديد. الياهو ده بيكلم البي سي، هو اللي بادئ الترافيك، مش البي سي هو اللي بادئ الترافيك للياهو. فانا مش هعديه، لازم اعمل بقى على الفاير وول ده بوليسي معناها يعني بسمح، يعني يعني مش بسمح، يعني بعمل قاعده كده ان ده يعدي او ما يعديش. فلازم اعمل على الفاير وول ده بوليسي ان الياهو الترافيك اللي جاي من الاي بي بتاع الياهو ده مثلا يعدي للبي سي ده. فانا هعمل كذا بوليسي، هعمل بوليسي من البي سي تروح للانترنت، تروح لياهو، وبوليسي تانية مسموحة من الياهو تكلم البي سي. ف الفاير وول ده عامل زي اكسس كنترول ليست، وكان بيستخدم زمان. دلوقتي الفاير وول بقى النكست جنريشن فاير وول والفاير وول الجديده بيستخدموا الستيت فول فاير وول. فده حاجه مهمه جدا تبقى عارف الفرق بين الستيت فول فاير وول والستيتلess فاير وول. زي ما احنا شايفين قدامنا كده، يعني ده اللي قدامنا كده على الفاير وول. وده اللي بيبقى الستيت تيبل اللي قلت لحضرتك عليه، بيبقى كاتب سورس اي بي، انا خارج من جهاز ايه الاي بي بتاعه، اللي هو مثلا سي 1 في الحاله بتاعتنا. السورس بورت اللي انا خارج منها اكس 1، ديستنيشن اي بي رايح للسيرفر ده اللي هو اتش 1، الديستنيشن بورت اللي انا رايح له عليها اسمها واي 1. اللاير 4، انا خارج تي سي بي ولا يو دي بي، خارج تي سي بي. السن انا بعمل سن فلاج. ده الست تيبل. فبحيث كده لما يبقى الترافيك راجع عندي من السيرفر، من السيرفر ده، هيبقى راجع على ديستنيشن بورت، انا رايح بقى رايح البورت ايه سي 1، ويبقى ساعتها الديستنيشن اي بي، الديستنيشن اي بي يبقى سي 1، والسورس اي بي هيبقى هيبقى ساعتها ايه عندنا اتش 1.
فهيتعكس، فساعتها الست تيبل ده هيلاقي ده ريبلاي على الترافيك اللي هو خارج اصلا من عنده من السي 1، فهيسمح له ان هو يعدي. عكس الستيتلس ده، وهو اكزامبل جدا للاكسس كنترول الاستفادة، اللي هو لازم اسمح ان يعني مثلا في الحاله بتاعتنا دي كنت لازم اعمل بوليسي اقول ان السي 1 يروح يكلم الاتش 1، والفاير وول لما يجي الاتش 1 يرد عليه، الفاير وول مش هيعدي الترافيك اللي هو بيرد عليه ده، هيقف عنه. لازم ساعتها اعمل بوليسي اسمح ان الاتش 1 يكلم سي 1. طب ليه يا ابن الحلال؟ ليه يا فاير وول ليه كده اصلا؟ ما انت انا اصلا الترافيك خارج من عندي، انا بكلمه وانت سامحني ان انا اروح له، هو بيرد عليا، طب انت ليه بتعطله؟ قال لك لا انا بفكر، ده تفكيري كده، تفكيري على قد. لكن بقى في الستيتفول فاير وول لا، انا فاهم، راجل ذكي وفاهم ان راجل عندي السي 1 ده بيكلم اتش 1، واتش 1 ده بيعمل ريبلاي على اللي هو بيرد عليه، بيرد على اللي هو بعته السي 1، فانا هعديه لك عادي. تمام. وده مقارنة بسيطة كده ممكن تقراها برضو، ان هسيب لك البرزنتيشن هنا في الديسكريبشن بتاع الفيديو، ممكن تقرا المقارنة بينهم، الستيتلس والستيتفول الفاير وول. وطبعا الستيتفول فاير وول بيبقى عنده سكيورتي اعلى مثلا، والبرفورمانس بتاعه بيبقى اقل، علشان هو بيبص في الباكت ويبقى عارف ان ده رايح لده، فده ريبلاي عليها فيسمح لها. لكن الستيتلس لازم تعمل الاثنين لازم تعمل الاثنين بوليسي. تمام. البروكسي فاير وول. ايه هو البروكسي فاير وول؟ يعني السؤال ده بيسك برضه في انترفيو، ولازم تبقى عارف ايه هو البروكسي ده. البروكسي ده انت بيبقى موجود للترافيك اللي هو البراوزنج، ال HTTP و HTTPS. انا دلوقتي كاحمد عصام مثلا، عندي بي سي بتاعي عايز اروح لسيرفر ما على الانترنت، فانا مش هروح له مثلا بالاي بي بتاعي، الاي بي بتاعي مثلا هروح كده وابقى انا مكشوف. يعني ليه مكشوف؟ مثلا اي حد من بره من الاتاكر او اي حد ممكن يبقى عارف الاي بي، او انا رايح من الجهاز بتاعي. فبناء على كده يبقى في حاجه اسمها جهاز اسمه بروكسي. بروكسي ده انت بتروح له، يعني يعني انا مثلا رايح اكسس السيرفر ما، فالترافيك بتاعك بيعدي من البي سي بيروح على البروكسي، بيبقى عندك في النتورك جوه الجهاز، والبروكسي هو اللي بيطلع يروح لك ليه بيروح لك للانترنت، ويروح ياكسس الويب سايت ده، ويشوف ساعتها بقى الويب سايت ده هل هو ممكن يضرك. يعني مثلا بيبقى عنده مربوط مثلا بالستريت انتليجنس، اللي هو عنده الويب سايت ده مثلا ممكن يبقى عليه فيروس، عليه اي حاجه سمعته وحشه مثلا، الريبيتيشن بتاعه وحش، ممكن ينزل عليك فيروس، ممكن ينزل مالوير، ممكن يضرك باي شيء. فلو لقى كده راح هو مش بيأكسس الترافيك ده، مش بيقول له تعالى يعني او انا ادخلك، وبيروح يبعت لك مسج البي سي يقول لك انا مش السيرفر ده مش هيوصل له، يعني مش هتطلعه، نظرا مثلا للسكيورتي والكلام ده كله. فالبروكسي يعني حمايته ان هو بيحمي البي سي بتاعك من اي حاجه ممكن تحصل لك وحشه من على الويب سايت انت تروح له وانت ما تبقاش عارف، مثلا ما تبقاش عارف انا رايح الويب سايت كذا، ممكن الويب سايت ده يتسبب ان في فيروسات، في وورمز، في مالوير ينزل على الجهاز بتاعك يبوظه. فانت بتروح لبروكسي جهاز هو اللي بيطلع يشوف لك الترافيك ده تمام ولا لا، يشوف لك الويب سايت ده تمام ولا لا. لو الويب سايت ده تمام وكويس وزي الفل وما فيهوش اي مشكله، هيرجع لك يقول لك تمام، وهيرجع لك الترافيك ليك، وانت ايه هتقدر تاكسس السيرفر ده. طيب انا عندي نوعين من البروكسي فاير وول لازم تركز فيهم جدا، حاجه اسمها اكسبليسيت وترانسبيرنت. هو ده مش موضوعنا في الكورس الفاير وول، يعني كلاسيفيكيشن والتوبيك بتاعنا، ومن ان سي 4، بس لازم تبقى عارف يعني ايه الفرق بينهم. الترانسبيرنت فاير وول انت كمجال بس تعرف الفرق بينهم، لحد ما ان شاء الله لو لينا عمر يعني ودخلنا في شرح كورس ان بي اس كور، هنشرحها بالتفصيل ان شاء الله. الترانسبيرنت بروكسي ده الجهاز بيبقى البي سي او اليوزر، انا مثلا مش عارف ان في بروكسي اصلا في النتورك بتاعتي، انا ببعت الترافيك عادي جدا وفاكر ان انا رايح الويب سايت ذات نفسه، وانا بكتشف مش بكتشف، انا ما اعرفش اصلا الترافيك بيبقى ماشي على طول ثرو النتورك بتاعتي، وببقى عامل كونفيجريشن على السويتش، وبقول له لو جالك ترافيك براوزنج مثلا روح بعته على البروكسي، والبروكسي هو اللي يطلع يشوف يروح للويب سايت بتاعنا ويشوف ساعتها ده كويس ولا لا. لكن الاكسبليسيت بروكسي انت تبقى عارف كيوزر ان في بروكسي، وبتبقى مثلا حاطه عندك على الويب براوزر او على الفايرفوكس مثلا بتاعك، ان انا بتروح للبروكسي كذا وانا رايح للترافيك براوزنج يعني. تمام. دي معلومه يعني لو ما فهمتش ما تشغلش بالك بيها دلوقتي يعني. تمام. البيرسونال فاير وول برضو من انواع الكلاسيفيكيشن، ده الفاير وول اللي عندك في البي سي بتاعك، اللي هو مثلا لو في انتي فايروس، لو في فيروس نزل هو مثلا يروح شايل الفيروس. في اي حاجه مشكله بتحصل على الجهاز بتاعك ممكن هو ايه يعني يشيل لك، يلغي لك الفيروس ده، يلغي لك الكراك، يلغي لك اي حاجه ممكن تسبب في مشكله عندك على الهوست بتاعك.
تمام. الباكيت فلترنج فاير وول، ده نفس القصه بتاعت التراديشنال فاير وول. ده برضه نوع من انواع الفاير وول. انت بتعمل فلترنج او بتعمل فلتر للترافيك، يعني سواء كان رايح من لان للوان، او رايح من اي حته عن طريق الاي بي والبورت نمبر زي ما احنا اتكلمنا في التراديشنال فاير وول. الابلكيشن فاير وول ده مهم جدا. انا دلوقتي زي ما قلت احنا في التراديشنال فاير وول، او كنا بنقول انت بتطلع بالسورس نمبر والسورس بورت نمبر والديستنيشن بورت نمبر، وبفلتر عن طريق السورس اي بي والديستنيشن اي بي. لكن هنا في الابلكيشن فاير وول انا بدات مثلا اتحكم في الابلكيشن شويه، اقول له الابلكيشن دي ان اس امنعه، الابلكيشن اس ام تي بي عديه. فانا بقيت بتحكم في الترافيك بتاع اللي بكنترول الترافيك اللي عندي في اللي بيعدي على فاير وول عن طريق الابلكيشن زياده عن البورت والاي بي. تمام. ماشي. في حاجه هنا كده عايز اوريها لكم، يا رب تكونوا شايفينها معايا يعني. وهي الديناي ان اللي في الاخر دي هنجيلها برضو في التفصيل في الشرح اللي بتاعت الفاير وول. بس عايزك تعرف بس عنها يعني خلفيه بسيطه جدا. يعني حطها في دماغك لحد ما نبدا نشرح الكورس ان شاء الله بتاع يعني نخش في الليكتشرز بتاعت العمل يعني. ديناي اني، عايزك تعرف ان اخر سطر في الفاير وول اسمه ديناي اني. يعني انا مثلا سمحت ان 10 1 1 0 يروح للدي ان اس يعدي، وسمحت هنا ل 10 1 1 0 يعدي برضه اس ام تي بي ببروتوكول اس ام تي بي، قصدي الابلكيشن اس ام تي بي. طيب اي حاجه بعد كده مش هتعدي، مش لازم تكتب السطر ده، هو بيبقى معمول باي ديفولت اسمه ديناي اني. فعشان كده مش اي حاجه هتعدي. فعشان كده بقول لك لما تبقى عامل البوليسي بتاعتك على الفاير وول، انت بتبقى البوليسي بتاعتك اي يعني بتاعتهم دول هم اللي هيعدوا بس، غير كده مفيش اي ترافيك هيعدي تاني. لا حاجه رايحه من اي بورت راح لاي بورت تاني، راح من اي بي لاي بي، مفيش اي حاجه هتعدي تاني غير الاثنين دول هيعدوا ورايحين لدول بس كده. تمام. وعايزك تعرف برضو حاجة تانية لحد برضو نخش لها، بس يعني دول اعرفهم كده كنبذة لحد ما نخش فيهم يعني. ان الترافيك بيبقى ماشي او الفاير وول بيبقى اصلا حاجة اسمها implicit deny. implicit deny ده يعني انا لو جايب فاير وول كده من المصنع وحطيته جوه النتورك وشغلته، ولا اي حد يقدر يطول اي حاجة، ولا اي بي هيقدر يروح لاي اي بي، ولا اي حاجة هتحصل. محدش هيقدر يسمح لاي ترافيك يروح لاي ترافيك تاني من خلال الفاير وول ده، عشان الدراي ان دي تبقى موجوده باي ديفولت، ومفيش اي حاجه انت عاملها اصلا على الجهاز، فمفيش اي حد بيقدر يوصل لاي حد. انت بقى بتبدا على الفاير وول بقى تعمل بقى الترافيك، تقول له عديه الترافيك ده، ما عديه الترافيك ده، عديه والكلام ده كله. تمام. اليو تي ام فاير وول، هنا بقى اليونيفايد ثريت مانجمنت، اختصار ليو تي ام. ده اليو تي ام ده بقى قال لك ايه، انا كنت زمان شغال تراديشنال فاير وول، مش بتحكم باي حاجه، بكنترول الترافيك بتاعي عن طريق الاي بي والبورت نمبر. ايه التفاهه دي؟ يعني انا فرقت يعني الاكسس كنترول ليست كده، والاكسس كنترول ليست برضه نفس القصه. طب انا افرض حد افرض مثلا هتكلف تكلفه زياده، ان في مالوير ممكن يحصل لي على البيسيز اللي عندي او النتورك اللي عندي، فلازم اجيب جهاز اي بي اس عندي. طب انا كده اتكلفت زياده، جايب اي بي اس وفاير وول وتراديشنال فاير وول. فقال لك لا احنا نعمل بقى يو تي ام فاير وول. ايه اليو تي ام فاير وول ده؟ قال لك هيبقى بقى فاير وول عادي، ويبقى فيه حاجات بقى سيرفيسز زياده، زي الباكيت فلترنج، زي البروكس اللي احنا شرحناه، زي الاي دي اس والاي بي اس. هيبقى موجود بقى عليه اي بي اس انتروديوشن بريفيشن سيستم. اي مالوير يعدي مثلا من خلال فاير وول ده، فاير وول يقول لك اوبا ده مالوير، لا انا هوقعه. يبقى انا كده استخدمت جهازين في جهاز واحد. عندي مثلا ابلكيشن كنترول، ان انا اتحكم في الترافيك بتاعي لو حاجه ابلكيشن، يعني مثلا الجهاز بتاعي احمد عصام مثلا، انا عايز اروح للنت، تمام روح. طب عايز اروح ليوتيوب، لا انا منعك انك تروح يوتيوب. اتحكمت في الترافيك بتاعك ان انا انت بالابلكيشن كنترول، بالابلكيشن، باليوتيوب، بالواتساب، بالحاجات دي. فاليو تي ام بيسمى برضو، يقول لك هو الفاير وول دلوقتي اليو تي ام ده بيبقى لاير كام؟ بيسمى لاير 7، اللي هو شغال في الابلكيشن لاير، وفاهم كل الابلكيشن كل اللايرز اللي تحتيه. دايما في معلومه كده تبقى عارفها، ان كل لاير بتفهم اللايرز اللي تحتها في الاو اس اي لايرز اللي هم 7 لايرز. فده شغال في الابلكيشن لاير، ففاهم كل اللايرز بتاعتنا. وفي بقى ويب فلترنج اللي احنا كنا بنقول عليه برضو في البروكسي، اللي هو مثلا البروكسي هو اللي بيطلع يشوف ساعتها الويب سايت ده كويس ولا لا، الريبيتيشن بتاعه كويس ولا لا، سمعته يعني كويسه ولا لا، ممكن يعمل اتاك ولا لا. موجود بقى ويب فلتر على الدي تي ام، ان انا ممكن اقدر الترافيك بتاعك طلع نت، بس بقول له الابلكيشن سيسكو دوت كوم
ما تروحلوش، لان ده وحش. فكل ما يعني سمعته وحشه مثلا، او ممكن يسبب في مالوير، فانت كل ما تيجي تروح سيسكو دوت كوم هيطلع لك مسج يقول لك مش هتقدر تاكسسه ديو تو سكيورتي. هنشوف الكلام ده كله في لابات عملي، بس انا بفهمك كونسبت اليو تي ام ده. الاي تي ام ده هو مش يعتبر نيكست جنريشن فاير وول، احنا هنشرحه في السلايد الجايه، بس هو شبه شويه النيكست جنريشن فاير وول. طب ايه النيكست جنريشن فاير وول ده؟ لك هو ده يعني الثيرد جنريشن، يعني الجيل الثالث من الفاير وول تكنولوجي. وفي يعني بقى نفس القصه بتاعت اليو تي ام، ان هو في بيبقى عنده ديب انسبكشن، اللي هو بيفحص بقى شويه، يفحص جدا الداتا بتاعتك، يشوفها رايحه لفين، رايح يعمل لها ديكريبشن وانكريبشن عن طريق السيرتيفيكت، وهنتكلم عليها برضو. بيبقى برضو عنده سيرفيس زي الاي بي اس، زي الاي دي اس، سيرفيس بسيطه يعني عن نيكست جنريشن فاير وول. هو مش زي اليو تي ام، بس هو يتشابه جدا باليو تي ام يعني، بس يعني هو بتبقى فيه سيرفيسز قليله شويه عن اليو تي ام. المحاضره بتاعت النهارده ان شاء الله، ان شاء الله المحاضره القادمه بقى هنبدا نشرح فيها، نسطب فيها الفاير وول على الفي ام بتاعتنا ورك ستيشن، ونبدا بقى نخش في اللاب، لابات، ونشوف الفاير وول بقى شكله عامل ازاي بالجي اي، نشوف اوامر السي ال اي، الكوماندات، الحاجات دي كلها. فحرفيا احنا كده خلصنا الجزء النظري بتاع السكيورتي والاتاكس والفاير وول كلاسيفيكيشن. فهمنا انواع الفاير وول، فهمنا يعني ايه السكيورتي بيحقق لنا ايه، فهمنا انواع الاتاكس، الحاجات دي كلها. يعني ده اللي بنبني عليها البيزكس، اللي بنبني عليها الكورس. فارجوكم لازم الفيديوهين دول تشوفوهم قبل ما تخشوا في اللي جاي، وفي اللابات وفي الحاجات دي كلها، انت تبقى فاهم يعني ايه سكيورتي، فاهم يعني ايه فاير وول. ما ينفعش تدخل في اللاب وتخش وتبقى عامل حاجات كتيرة في لابات كتيرة، وتبقى عامل حاجات في الفاير وول في الجي اي، وشغال على الفي ام وير، وانت مش فاهم يعني ايه اصلا فاير وول، ولا بيعمل ايه، ولا فاهم ايه الفرق بين اليو تي ام والبروكسي، الحاجات دي كلها. طولت عليكم معلش، وان شاء الله المحاضرة القادمة هنشرح فيها خطوات العملي لتسطيب الفاير وول ان فورتيجيت. السلام عليكم.